الراجل اللي كتشوفوه قدامكم كيبان كيضحك في وقت المحاكمة ديالو، ولكن وراه هاد الضحكة خلا مجزرة خلات مصر كاملة في صدمة. قصتنا اليوم على راجل عنده 39 عام وسميتو حسني سعد، وكان مزوج بمرأة اللي كان سميتها رنا، والد معاها 4 ديال الوليدات، وكان ساكن في بلاصة سميتها عزبة الشيخ علي اللي كاينه في كفر الدوار في البحيرة في مصر. سعد كان باني دار من 3 ديال الطبقات، وهي اللي كان ساكن فيها هو ومرتو ووليداتو ب4. وخا هكاك الدار كانت معزولة شوية على الديور اللي كاينين في ديك المنطقة. سعد كانت خدمته هي كيربي البقار والحوالة وكيعيش من خيرهم، وكانت امو اللي سميتها زينب عايشة معاه حتى هي في دارو، ولكن ماشي مستقرة، كانت كدور حتى على خوتو وكل واحد كتجلس عنده شوية. سعد والعائلة ديالو كانوا ناس طيبين داخلين سوق راسهم ومعروفين بالكرم والخير عند الناس ديال المنطقة، وما كانش عندهم مشاكل مع حتى حد. وسعد كان معروف باللي راجل درويش ومقاتل غير مع طرف الخبز، وكيوقف مع الناس اي واحد احتاج شي حاجة او عنده مشكل سعد كان كيوقف معاه، ما كان كيرض حتى واحد لا كبير ولا صغير. ولكن مع الاسف هاد الطيبة ديالو والخير اللي كان كيدير كانت هي السبب في موته. نهار 5 يناير 2020 وقبل من صلاة الفجر بشوية كانت شتا خيط من السما، ولكن وخا هكاك الناس هبطت تصلي الفجر في الجامع، ولكن وهما في طريقهم للجامع شافوا دخان كتير طالع ومشاو جيتو باش يعرفوه منين جاي. بقاو غاديين حتى وصلوا لدار سعد اللي لقاوها شاعلة فيها العافية. الناس بداو كيتجمعوا وكيحاولوا يطفيو الحريق، ولكن قد ما الوقت كيزيد قد ما العافية كانت كتشعل في الدار، وبقاو كيحاولوا يعيطوا على سعد وعلى عائلته، ولكن حتى حد ما كان كيجاوب، وحتى انه ما كانت حتى حاجه كتبين باللي راه كاين شي حد في ديك الدار. مع انها كانت حاجه غريبه، حتى واحد ما قدر يسيطر على العافيه، الشيء اللي خلاهم يعيطوا مباشره لرجال الاطفاء والبوليس. مع البوليس وصلتهم لابيل، مشاو النيشان هما ورجال الاطفاء للمنطقه، ومن بعد محاولات كثيره قدروا يسيطروا على الحريق ويطفيوا العافيه، ودخلوا للدار اللي كانت العافيه حرقت فيها كل شيء. وقالوا باللي الا كاين شي حد في الدار فراه غالبا غيكون مات من المنظر المرعب اللي خلاته العافيه. سكان ديك المنطقه اللي كانوا حاضرين هما والبوليس كانوا مقتنعين باللي الدار خاويه وما فيها حتى حد من العائله، حيت كانوا اكيد واحد فيهم كان غيسمع ولا يشم ريحه العافيه وغيخرج. ولكن مباشره من يطفاو العافيه ودخلوا كيقلبوا الدار لقاو 5 د الجثث محروقين في الزريبه ديال الدار، ولقاو جثث 2 وليدات في بيت النعاس ديالهم اللي كان في الطابق الثاني. هاد الجثث كانت ديال سعد وعائلته، وهنا البوليس شكات باللي شي حاجه ماشي هي هذيك، حيت ما يمكنش عائله من 7 الناس حتى حد فيهم ما فاق. واغرب حاجه كانت هي علاش كانوا مجموعين كاملين في الزريبه. هزوا البوليس الجثث وداوهم عند طبيب تشريح، وفي نفس الوقت رجعوا للمنطقه وبداو كيقلبوا شنو السبب اللي خلى العافيه تشعل. في الاول شكوا باللي ممكن يكون شي سيركوي ديال الضوء، ولكن من يقلبوا الدار مزيان ما لقاو حتى سبب خلى العافيه تشعل. فمشاو عند الجيران والصحاب وبداو كيحققوا معاهم، سولوهم واش العائله عندها اعداء، عندها مشاكل مع شي حد، ولكن كلهم قالوا باللي سعد راجل مزيان ومستحيل يكون شي حد كيكرهه. من خرج تقرير ديال طب التشريح القضيه تقلبات، حيت التقرير قال باللي الناس اللي كانوا في الدار ما ماتوش بالعافيه ولكن ماتوا بالذبح. يعني كانوا ما فيش حاجه باينه، ما فيش حاجه باينه متفحمه يعني بسيطه كده. كلهم كانوا في الزريبه بقى ولا لا؟ العيال الصغار الاثنين طلعوا معانا كانوا على السرير. خاصكم تعرفوا باللي اصغر واحد كان في الدار وليد صغير عنده غير 3 سنين. فشكون هاد الشيطان اللي قدر يدير هاد الجريمه؟ وهاد الشيء خلى البوليس يتاكدوا باللي حتى العافيه ما شعلاتش بوحدها، ولكن شعلها المجرم نفسه باش يغطي على جريمته. عيطوا وراها العائلات الضحايا باش يجيو ياخذوا الجثث ويدفنوهم. المقبره كانت عامره بالناس اللي كانوا هازين 7 ديال الجثث، كان منظر صعيب ومؤلم، وحتى ان عائلات الضحايا رفضوا انهم يديروا الجنازه، خاصه من يعرفوا باللي ماتوا مذبوحين وما كانتش موتهم عاديه وكانوا باغين حقهم يرجع. البوليس ترونوا ورا الخرجات الاعلاميه ديال عائلات الضحايا اللي خلات مصر كامله تعاطف معاهم، خاصه ان البوليس ما عنده حتى دليل
ولا خيط يقدروا يتبعوه، حيت العافية حرقات كل شيء حتى البصمات. ولكن كيف كنقولوا الروح عزيزة عند الله، والمجرم ضروري يغلط ويخلي دليل وراه. فمني البوليس رجعوا للدار كيقلبوها وكيقلبوا حتى في النواحي ديالها، لقاو بقع ديال الدم برا الدار. فقالوا بلي اكيد هاد الدم ماشي ديال الضحايا، حيت كلهم ماتوا في الدار لداخل، وهاد الدم هو اللي حل الجريمه كامله. في نفس الوقت اللي البوليس كتحقق فيه، جاتهم ابل من السبيطار ديال ديك المنطقه، قالوا لهم بلي جانا راجل مضروب في يديه وهما حاليا كيخيطوا ليه الجرح. هنا غتسولوا كيفاش السبيطار عيط للبوليس وبلغوهم على مريض، حيت البوليس مباشره من بعد ما لقاو بقع الدم عيطوا لكاع السبيطارات اللي في المنطقه وقالوا لهم الى اي واحد جاكم مضروب عيطوا لينا. من البوليس وصلوا للسبيطار لقاو هذا الراجل اللي سميتو شريف الزيات وساكن في نفس المنطقه اللي طرات فيها الجريمه. جروه عندهم وسولوه شنو ضربك في يديك، جاوبهم وقال لهم باللي هاد الضربه عاديه حيت هو خدام جزار فعادي ضرب راسو بالموس. وهضرته كانت منطقيه حتى لهنا، ولكن مني سولوه على واش كيعرف شي حاجه على سعد والدار اللي تحرقات، قال لهم لا ما عارفش. وهذا الشيء اللي جا البوليس غريب، حيت مصر كامله كانت عارفه اشطرا كيفاش انتجارهم وما عارف والو. ومن البوليس بحثوا عليه اكثر لقاو ان سمعته خايبه بين الناس، زائد ان عنده سوابق وفايت مشدود. ولكن واخا هكاك البوليس ما قدروش يشدوه وهما ما عندهمش عليه دليل، فقالوا ليه تقدر تمشي ولكن قبل غناخدو عينه من دمك. الجزار وافق وعطاهم العينه اللي طلبوا. حللوا البوليس العينه ديال الجزار وطابقوها مع العين اللي لقاو حتى الدار اللي تحرقات. ومني خرج التقرير البوليس عرفوا باللي شكهم كان في محله، والعينات بجوج طلعوا مطابقين. ولكن مني مشاو للدار ديال الجزار ما لقاوش فيها، ومني مشاو للمحل ديالو حتى هو ما لقاوهش فيه. ولكن حتى حاجه ما كتخبى، عرفوا البوليس من بعد بلي الجزار كاين في دار والديه في الاسكندريه، ومشاو ليه وشدوه. اول سؤال سولوه هو اش كيدير دمك حدا دار سعد، وانت قلتي لينا بلي ما كتعرفوش. شريف بقى ساكت حيت ما عرفش باش يجاوب، ومني ضغطوا عليه اكثر اعترف بلي هو اللي كان مور موت العائله ديال سعد وورا العافيه اللي شعلات في الدار. ولكن علاش؟ شريف عاود للبوليس كل شيء وقال لهم باللي المحل ديالو كان معروف بزاف شحال هذا، بحكم انه كان كيعرف يتعامل، وحتى انه كان كيطيح في الثمن ديال اللحم باش يبيع اكثر، الشيء اللي خلاه يتأزم ماديا وما يبقاوش عنده الفلوس حتى باش يشري البهايم ويقدر يبيع. فلقى باللي الحل الوحيد هو يبدا يسرق البهايم من الناس، يذبحها ويبيعها في المحل ديالو. وداكشي اللي دار. وفي مره مشى عند سعد باش يتخبى عنده من بعد ما سرق بهايم من فيرما وماليها كيقلبوا عليه. سعد بالطيبه ديالو خباه عنده في دارو وكان كيوكلو ويشربو، وحتى انه خلاه يبات عنده. قال لهم باللي في ديك الليله بداو كيجيو افكار شيطانيه وهي يقتل سعد وعائلته وراه يحرق الدار. وفعلا نهار 5 يناير شريف مشى لدار سعد قبل الفجر وقدر يدخل الزريبه ويسرق البهايم. ولكن هو كيخرج في اخر وحده بدات كدير الصوت وكتغوت، فسعد فيقو الصوت ومني هبط يشوف اش كاين لقى شريف قدامه. بداو كيتضاربوا وتما فين شريف طلع الموس وخشاه في سعد. الصوت ديال المضاربه فيق مرت سعد امه وحتى ولادو، فقرر شريف انه يقتلهم كاملين. وفعلا ذبحهم واحد بواحد، وباش يخفي الجريمه ديالو حرق الدار كامله. شريف ورا الاعتراف ديالو تشد، وفي 28 يناير 2020 بدات اول جلسه في المحكمه. ومني دوا قال انه عنده مشاكل نفسيه ومني كان صغير، والقاضي مني سولو اش طرا ليك في صغرك باش مرضتي ما بغاش يجاوب بحجه انه ما بغاش يفضح عائلته. ناجين عليا جدا. طب انت عارف نزلنا عليك تقتل الناس دي تودي هو انا نفسي اتكلم قدام التلفزيون عشان في حاجات ياما عايز اتكلم فيها. ما في حاجات مش هينفع فيها، يعني في شرف وعرض وفي اهله وفي بيتي مش هينفع. هو دي كان بيعمل حاجه مع اهل بيته؟ لا. امال مين كان بيعمل اهل بيته؟ حصل مع جوز اختي مع طب هو دي كان ليه دور في الموضوع واهل الاسره؟ اخته مراته حصل وحصل مع والدتي زمان حاجات وكده، وانا وانا عندي 8 سنين شايف حاجات وبتاع وكبرت معايا. ولما رحت ما اعرفش حاجه، انا لما رحت انا اتعالج مع الدكتور شريف محمد سلمان ونقول له انا
كذا كذا، ودوني مستشفى مراد العقليه. المحامي ديال شريف قال باللي عنده مرض انفصام وانه مستحيل يكون مشى باش يسرق حيت هو من عائله ميسوره ماديا، فعلاش غادي يسرق؟ ولكن النيابه ما ساقوش بانه مريض نفسي، وشافوا باللي احسن عقوبه خاص ياخذها شريف هي الاعدام، حيت كان بكامل قواه العقليه من يرتكب الجريمه ديالو. المحاكمه ديالو تعرضت في كاع القنوات، وناس كثيره كانت كتجي كتبقى واقفه حدا المحكمه كيطالبوا بالقصاص. اسمي محمد محروس فهم السيد. تمام. من القتيل يبقى خالي وعمي في نفس الوقت. تمام. واللي قتل أسرة كاملة. حسني سعد أحمد ووالدته وزوجته وأطفاله الأربعة. تمام. فاحنا جايين النهارده بنطالب بالقصاص. احنا عايزين القصاص وعايزين العدل. القضاء بتاعنا عادل، ومليون مره القضاء بتاعنا عادل. عايزين القصاص، ده اسره كامله. يتقي الله، القاضي راجل محترم. في 27 فبراير من نفس العام تحكم على شريف بالإعدام. حكمت المحكمة وبإجماع الآراء أولا بمعاقبة شريف عبد الله رجب محمد الزيات بالإعدام شنقا عما أسند إليه والزمته المصاريف الجنائية. ولكن المرعب كانوا هما كيدويو على العقوبة، شريف كان مبتسم وكيضحك. تعدم شريف وهكا تطوات أعنف جريمة اللي تخليك تفيق وتعرف باللي ماشي أي واحد كندخلوه لدارنا، وماشي أي واحد كنأمنوه ونحلو ليه بابنا، وماشي كاع اللي ضحك لينا راه باغي لينا الخير. وهنا كتكون سالت القصة ديالنا. نتمنى أنها تكون عجباتكم. ما تنسوش تخليو لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.